بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا نشوف مع بعض بقى إزاي الإنسان المسيحي يكون إنسان قوي. أول نوع من أنواع القوة نتكلم عنها النهاردة هي قوة ضبط النفس، ودي حتى متقسمة. يعني أول حاجة في ضبط النفس ضبط ردود الأفعال. الكتاب المقدس بيقول إن اللي بيحكم نفسه خير مما يحكم مدينة، أو اللي بيملك على نفسه وعلى أفعاله وردود أفعاله خير ممن يأخذ مدينة. ده معناها إيه؟ معناها إن الإنسان اللي يقدر يظبط نفسه ويتحكم في نفسه ده أقوى من أي حاكم عنده جيش، لأن سهل أوي تسيطر على الناس بفلوسك، أو تسيطر على الناس باحتياجاتهم، أو تسيطر على الناس بقوتك. لكنك انت تقدر تسيطر على نفسك، هي دي اللي فعلا صعبة، وهي دي القوة الحقيقية. أول نوع من ضبط النفس هو إن الإنسان يضبط ردود أفعاله. في واحد ممكن يكون بيستفزني، هل بفقد صوابي؟ وهل لما بفقد صوابي بزعق وأغلط؟ الحقيقة ناس كتيرة قوي ما ظبطتش ردود أفعالها. يعني هيرودس مثلا في حتة نشوة وعد إن ممكن لو نص المملكة يتنازل عنها، فهيروديا استغلت الموقف ده وطلبت رأس يوحنا معمدان على طبق. واحد تاني كمان ما قدرش يتحمل خسارة في البورصة، صحيح كانت خسارة شديدة قوي، فانتحر هو وأسرته. ودي قصة كانت معروفة في مصر الجديدة، ويمكن لمحت لكم ليها مرة. علشان كده ناس كتيرة قوي ما بتضبطش ردود، وده اللي خلى المسيح يوبخ بطرس زي ما قلت لكم امبارح، انه شال السكينة وقطع ودن عبد رئيس الكهنة. الحقيقة ان الانسان يضبط ردود افعاله دي مهمة قوي، لان في مشاكل كتيرة قوي بوقع فيها نفسي، ان في انسان قدر في لحظة غضب يسجل عليا موقف، يسجل عليا كلمة خرجت في انفعال، لان انا ما عرفتش امسك نفسي. معظم المصايب بتحصل لنا من التهور في ردود افعالنا. يفتح الجلعادي كده كان في لحظة نشوة وقال يا رب لما انتصر هبتدي اقدم اول عذراء تقدمة ليك انت. مين قال ان التقدمة الانسانية مقبولة وتكون النتيجة ان اول بنت تقابله وهو راجع منتصر من الحرب هي تكون بنته اللي اضطر يوفي النذر الخاطئ، وحتى ايفاؤه كان غلط وقدم بنته؟ يا خبر ابيض. يبقى اول قوة ان الانسان اللي بيعرف يضبط نفسه في وسط الضغوط ده انسان نقدر نقول عليه قوي، حتى لو بعض الناس شافت انه سلبي، بس هي دي القوة عندنا. بكرة نتكلم على نوع